بفيديو اليوم حجرب قدامكم منتج جديد ينطي كيرلز أو تجاعيد للشعر بدون حرارة، وحنشوف النتيجة سوا. مساء الخير للكل، أتمنى تكونون بألف خير يا رب. للجدد هنا ألف أهلا وسهلا بكم. اتأكدوا إنه تضغطون على زر الاشتراك الأحمر اللي جوا الفيديو وتنضمون للقناة. طبعا أنا جدا متحمسة الفيديو اليوم. هذا الويكند أو عطلة الأسبوع اللي فاتت كنا طالعين ومريت على محل سالي بيوتي، اللي عايشين بأمريكا أكيد يعرفونه. المهم هو محل يبيع منتجات ومعدات خاصة للصالونات، فأنا دائما أحب أروح بين فترة وفترة لأنه أحيانا يجيبون منتجات كلش زينة. فكنت دافتر بالمحل وهذا المنتج جدا لفت انتباهي لأنه غريب بالحقيقة، أنا ما شايفة هيك منتج قبل ولا مجربته، فلهذا قلت لازم أسوي فيديو اليوم وأجربه قدامكم ونشوف النتيجة سوا. أول شي حنحتاجه إنه الشعر يكون رطب أو مبلل. طبعا ما راح أجيب الرشاش وأحاول إنه أبلل شعري مثل ما سويت فيديو سابق وانشلع قلبي ساعتين أنا أنقع بشعري. المهم حروح أغسل شعري هسه وأرجع لكم. هسه عندي هذه الرولات هنا جاهزة، بيها لونين، هذا الوردي أو البنفسجي فاتح والبرتقالي. طبعا أنا اشتريت الحجم الكبير اللي هو أغلى شي، بس أكو علب تحتوي على 8 أعتقد، وشفت علب همينة بيها 6، وطبعا الأحجام تختلف. أنا أخذت أطول وحدة لأنه شعري شوية طويل، وهمينة هي أقصر بالشعر بشوية، بس أعتقد حقدر أشتغل بيها اليوم. فهسه خلينا نبدي. حناخذ الرولة هذه وندخل هذا بيها، ما أعرف شو يسموه هذا بحيث راسه يطلع من الجهة الثانية. طبعا الرولة أقصر من شعري، ما أعرف شلون أجرها اللي جوا. يمكن من جريتها نهاية الشعراية من هنا طلعت، بس أنا أفضل إنه الشعر يكون ملفوف للنهاية وخلي يكون من هنا عادل، مو مشكلة. هسه من الصفحة الثانية هم نفس الشي، هاخذ خصلة إنش 1 أو 2 سنتيمتر وحسوي بيها عقدة من فوق هيجي ألفها، وحاخذ هذه مالتي الرولة. طبعا اذا تصير بهالشكل هذا حاولوا انه ترجعوها شكلها الطبيعي، لانه الشعر حياخذ شكل الرولة، فلازم نتأكد انه تكون ملفوفة بهالطريقة هذه. Hello. I just came to go by like 9 o'clock right now. الياس يقول الساعة 9. It's 9:15 and she's doing a video. Crazy. تصور الساعة 9 هاي بس على مودكم. I don't believe how she can do it. I think she's crazy. هسه حاخذ هيجي خصلة، ما أعرف إذا الفوق يشوفوه أحسن، حشوفكم هذه الخصلة، حلفها من فوق بالطريقة هذه، حسحب الشعر داخل الرولة. هاخذ هذه الخصلة سوي عقدة بها من فوق، عقدة نفسية. يعني هنا أنا محضرة الرولة. هسه وصلنا للخصلات الأعلى، هم حسوي نفس الشي. هاخذ هسه هذه الخصلة وأعقدها هيك من فوق، هاخذ الرولة أدخلها بالخصلة وأسحب الشعر. لهذا حجرها. هاي طبعا بالرغم انه خصل الفوق اللي عندي اقصر من الجوة. هسه وصلت للخصلة الأمامية، حلفها بهالطريقة هذه وأدخلها وأسحب.
هسه خلصت كل شعري. بالتعليمات يقولون انه نقدر ننتظر الشعر ينشف على الهواء او نستخدم الشسوار. انا بالنسبة لي راح انتظره ينشف على الهواء، فحروح نص ساعة او ساعة اتعشى هيجي لحد ما ينشف شعري، وارجع لكم مرة ثانية وحنشوف النتيجة سوا. هلا بنات، هسه رجعت لكم بعد ما رحت اتعشيت ويمكن نمت شوية. المهم هسه شعري نشف اعتقد، فراح افتحه ونشوف النتيجة سوا. طريقة فتح هذه الرولات انه نلزمها من البداية هيك ونفتح الرولة للنهاية، يعني بهالطريقة هذه، وبعدين نسحبها. الشي اللي عجبني بهذه الرولات انه استخدامها جدا سهل، بس بعد ما اعرف شعري شلون طلع. بعدني لحد الان ما شفته. طبعا شعري بعد ما ناشف كان المفروض انتظر اكثر، بس بالرغم من هذا الشعر ملفوف كلش زين. طبعا بنات اني ما متعلمة على هاي الكيرلز او التجاعيد، اني شعري اصلا مجعد بس يعني اطول من ظهري، وهسه شعري يعني الكتفي واصل. بس تدرون حبيت هذا الشي، حسيته تغيير حلو. وبالمناسبة بنات هذه طريقة حلوة، إذا فد يوم يعجبكم تجربون الشعر القصير بدون ما تقصوه. وبهاي الصورة أنا دا أشوفكم الفرق بين 32 إنش إذا كان ملفوف أو على شكل خط مستقيم. اتركولي تعليق وخبروني شنو رأيكم. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا جزيلا لكم لأنه قعدتوا طول هذا الوقت وشفتوا الفيديو. إذا عجبكم رجاء سووا له لايك، وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة تذكروا انه تشتركون، ومثل كل اسبوع جبالكم على نفسكم، اهتموا بروحكم، واشوفكم الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله. باي حبايب قلبي.